السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. معكم فوزية أم نجود. في هذا البودكاست حبيت أني نطلع لكم هكاك نحكي معك كصاحبة دورة أو كصاحبة تدريب في مهارة من مهارات الطبخ أو الحلويات. نحكي معاك في شيء مهم جدا، وهو أنك تختبري السوق. ما تبقاي في المكان نتاعك، تحركي، اختبري السوق. شوفي هل السوق، هل الناس باغين المهارة اللي كتقدميها؟ هل الناس صح راهم باغين انهم يشروا عليك المهارة ولا التدريب اللي راكي عملتيه؟ ولا هكاك في بالك كاين ناس راهم باغين هذيك الحاجة اللي نقدمها؟ كيفاش عرفتيها صح باللي صح كاين ناس باغينها؟ هل جربتيها؟ هل حطيتيها على فئة معينة من الناس؟ هل عرضتيها على العملاء نتاعك؟ هل بعتيها مثلا ديك الدورة ولا ذلك التدريب بعتيه؟ جربتيه في السوق، حطيتيه، اعلنتي عليه؟ ولا هكاك في بالك برك انه هذيك الحاجة مادام انتي راكي عارفة تقنيها معناتها كاين ناس باغينها؟ لا لا، اختبري السوق. هذا واش معناتها أن تختبري السوق. شوفي اسكو المهارة نتاعك مطلوبة ولا غير مطلوبة. هل راكي تخدمي بمكونات بسيطة ناس كامل يحتاجوها وناس ينسجموا معاها، ولا راكي تصعبي الأمور؟ هل راكي تخدمي بمعدات متاحة لأغلبية الناس، ولا راكي تخدمي بمعدات غالية مكلفة جدا؟ انت ديري باللي العملاء نتاعك اصلا اذا شراو لك الدوره ولا التدريب باش يطبقوه في حياتهم اليوميه، واما باش يطبق وانها تتعلم تبيع الحاجه اللي كتخدميها. فهمتيني؟ بمعنى انه اذا راكي تقدمي دوره ولا تدريب، ماذا بك تشوفي العملاء نتاعك كيفاه دايرين. ما تنطلقيش من فكرة في راسك برك. شوف العملاء نتاعك، حطيها في الوسط. اسكو ناس، كاين ناس راهم باغينها، الناس محتاجين صح انهم يتعلموا الحاجة اللي كتخدميها، وماذا بك دائما تبسطي لهم الامور. فهمتي؟ شوفي طريقة اللي تبسطي بها الامور باه ما يبقاش فيها صعوبة. الناس تبغي حاجة بسيطة، حاجة بسيطة، مش باين امور معقدة اللي تدي لهم وقت كبير وتكاليف كثيرة. فهمتي؟ هذه هي المعنى، انك ما تبقى عرضي الحاجه نتاعك في السوق. هو الفرق بين انك تبغي المهاره نتاعك وبين انه الناس محتاجين المهاره تختلف جدا. فهمتي؟ صح انت تبغي المهاره نتاعك من ان الاعلى، خاطر تبغي هذاك الشيء وراكي تقنيه وراكي محترفه فيه و... وتقدري تبدعي فيه لا بصح اسكو الناس باغين ديك الحاجه اللي كتقدميها ولا لا؟ لا، هذه لازم تحطها في بالك. باغين هذيك الحاجه اللي كتخدميها ولا لا؟ لا. كاين بعض الطباخ، ماشي نقولوا الطباخات مثلا، بين قوسين نقولوا امهاتنا قبل كانوا يديروا امور تدي وقت كبير. هي الصح زعما ممكن تكون مهارة مليحة وكلش، بصح السوق مش باغيها. علاش؟ خاطر راهي تدي وقت كبير في الإعداد. فهمتيني؟ الناس باغين العميل تاعك باغي دراهم في أسرع وقت. معناتها ماشي أنا نروح نخدم حاجة تكلفني واحد الشهر ولا 20 يوم باش نكملها، ومن بعد نقعد نستنى باش نبيعها. لا لا. فهمتيني المنطلق اللي لازم تفكري فيه؟ فكري الناس واش راهي باغيه. الناس العملاء نتاعنا واش باغين انهم يتعلموا طبخ ولا حلويات، من اجل انهم اذا تعلموها تقدر تبيع المهاره نتاعها لناس اخرين. تقدر دير طلبيات يوميه، تقدر تبيع هذيك الحلوى ولا هذيك هذا، تبيعوا السوبيرات، تبيعوا المحلات. فهمتيني؟ مثلا تقدر دير كمنتج خاص بها هي، تقدر تبيعه عبر الصفحات. فهمتي؟ دا هو المنطلق اللي لازم تفكري به. ما تفكريش انه عندك مهارة وانت تبغيها وتقنيها لازم كامل مادام الناس راهم محتاجين ليها. لا لا، خمي العميل تاعك واش راهو محتاج.
فهمتيني؟ بهذا المنطلق كطباخة عندك تدريب، عندك دورة، فكري بهذا المنطلق. انتيا دوكا كيفاه تعرفي انه المهارة نتاعك حقا مطلوبة ولا لا؟ شوفي اول حاجة، شوفي الناس اسكو يسولوك عليها، اسكو انتي تقدري تشرحيها هكاك لناس اخرين بطريقة تكون سهلة، اسكو تقدي تقدميها بطريقة تكون مبسطة، ولا والناس تمدحك فيها وانك طورتيها وبدعتيها ودرتي فيها امور كثيرة. وياما طباخات شفناهم انه طبخ كان صعيب ولا يدي وقت كبير سهلوه، داروه امور سهلة، ولا معدات غالية بسطوها بامور نورمال متاحة للجميع، فهمتي؟ غير مكلفة. فهمتيني؟ هذا هو المنطلق اللي لازم تفكري فيه. شوفي المهارة نتاعك باش تعرفيها اسكو راهي مطلوبة ولا لا، حطيها في الوسط نتاعك، شوف العملاء اللي حابة تخدمي معاهم وحطيهم كاستبيان، ك كاستطلاع رأي، فهمتي؟ كاختبارات ديريها، قدميها يا سيدي مجانا في البداية. شوفي اسكو ناس تفهم عليك، اسكو ناس صح محتاجينها، اسكو وصلوا فيها نتيجة. فهمتي؟ هذا هو باش تعرفي المهارة نتاعك مطلوبة وتقدري تتقدمي. فهمتي؟ ما تبقيش في نفس المكان وانت دايرة في راسك اوه المهارة تاعي مطلوبة، ويجي عام وعام وانت مازال ما شفتي اسكو مطلوبة ولا لا لا، وراكي قاعدة في نفس المكان. لازم عليك تتحركي، تعرفي تتكلمي، توجهي، تفهمي، فهمتي؟ باش تعرفي اسكو المهارة تاعك مطلوبة، الناس باغينها ولا لا لا. فهمتيني؟ من هذا المنطلق فكري. اخطر حاجة هي أنكِ تبقاي تستناي إنه عندي دورة، عندي تدريب، دوك نستنى دوك يجي اللي يشري، لا، لا ماشي هكاك، لازم عليك تسوقيها، لازم عليك التسويق هو يلعب دور في المهارات الرقمية، لازم يكون عندك تسويق، ماشي أي تسويق، التسويق بطريقة تكون احترافية، يكون عندك بيع. فهمتي؟ تبيعي المهارة نتاعك، تبيعي التدريب، تبيعي الدورة الرقمية نتاعك، فهمتي؟ ما تبقايش في نفس المكان وتقولي أنا خدمت الدورة بصح ما لقيتش اللي يشريها عليا. اسكو نتيا في بالك سؤال موجه ليك، درتي المطلوب عليك، سوقتيها كفاية، وصلت الآلاف من الناس، المحتوى نتاعك وصل الآلاف من الناس، وصل مش آلاف من الناس، وصل للعملاء نتوعك. وشكون هما العميل تاعك؟ شكون هو العميل تاعك اللي راكي تخدمي معاه؟ ما تقوليش الغلطة اللي تصرى عند كثير من الطباخات، أنا نخدم مع كامل الناس. لا لا، ما تخدميش مع كامل الناس، خدمي مع العميل اللي يفهمك، خدمي مع العميل اللي انتي تقدري تفيديه به توصليه إلى نتيجة. فهمتيني؟ هذا هي، خدمي مع العميل اللي صح انك تقدري تقدمي ليه حاجه اللي يقول لك ايه هذه الطباخه هي اللي وصلتني الحاجه اللي راني عليها اليوم، هي اللي وصلتني لهذه النتيجه. شوفي العملاء نتاعك ما همش باغين معلومات، فهمتي؟ ما همش باغين معلومات، ما همش باغين، خاطر علاه اذا كان على المعلومات كاين المعلومات في اليوتيوب، لا لا، هي باغية المرافقة نتيا نتاعك كطباخة، باغيتك انك ترافقيها هكاك توريها هذيك الحاجة، هي هذه طبقي مع هذه، هذه مع هذه، إذا عندك خطأ ولا ما صلحتلك رجعي لي أنا اللي نرشدك، أنا اللي نوجهك، أنا نقول لك واش تزيديها واش تنقصي. فهمتيني؟ هذه هي اللي اش باغي العملاء، باغيين الشخص يرافقهم. ما تقوليش كاين حوايج في اليوتيوب، الحوايج في اليوتيوب انا نشوفوهم نظريا، لكن تطبيقيا انك تطبقي هذه هي اللي صعيبه عند كثير من الناس. فهمتي؟ المجال التطبيقي باش توصل الى النتيجه. فهمتي؟ هذه هي اللي الناس ما تبغيش تطبق، وانت كطباخه لازم تخلي العميل نتاعك يطبق. فهمتي؟ تطبق امامك، طبق التجربه نتاعك، باش علاش اذا كان عندك معلومات بدون تطبيق معناتها عادي ما درتي والو، لكن اذا هذيك المعلومات طبقتيها في ارض الواقع، طبقتيها بيدك، طبقتيها في المطبخ نتاعك، هنا رايحه توصلي الى نتيجه. وكل ما طبقتي شفتيها في نفسك، شفتيها في نفسك، كل ما طبقتي كل ما يجيك افكار جديده،
هذه الوصفة وعلاش من ندير فيها هذه، إذا درت هاد الذوق واش راح يخرج لي، إذا غيرت هذه واش راح يصرى معايا، وعلاش ما ندير هاد المرة تزيين ومختلف على المرة اللي فاتت. هذا هو سبحان الإنسان اللي طبق، يبدو يجوك هكا أفكار. فهمتي علاش؟ خاطر راكي بديتي تطبقي، لكن كمعلومات شفتي المعلومة وخليتيها في راسك، صح كمعلومة راهي عندك، لكن كتطبيق ماهوش عندك. نفس الشيء، نفس الفكرة عند العميل نتاعك، كتطبيق ماهوش عارف يطبق، موش فاهم كيفاه يدير هاد الحاجة. إذا أنا مثلا طبقت وخسرت لي مرة، نعاود نجرب. كاين اللي يقولك لا خسرت لي مرة صاي ما نعاودش نجرب، ما نعاودش نخسر المكونات، ما نعاودش نروح نشري هذيك الحاجة غالية ونعاود نخسر فيها أموالي ودراهمي ووقتي، وهي ديك الحاجة ما بغاتش تصلح لي. فهمتي؟ انتي كطباخ لازم عليك ترافقيه، بغيتي كي تقدمي دورة، بغيتي كي تقدمي تدريب، المهم انك ترافقي العملاء نتاعك. فهمتي؟ باش تعرفي اسكو المهارة نتاعك مطلوبة ولا غير مطلوبة. هذه هي. كذلك امر اخر، ما تتعلقيش بالمهارة نتاعك، اذا شفتي انها غير مطلوبة ولا تدي لك وقت كبير ولا تكاليف كبيرة، ما كلاش تتعلقي بيها. بدلي شوفي مهارة واحدة اخرى، شوفي مهارة اللي تقدري تعلميها للناس، شوفي المهارة اللي تقدري تشرحيها للناس والناس تفهم عليك. فهمتي؟ ما تبقايش شادة في هذيك المهارة، مثلا ديك المهارة تلقيها تدي تكاليف كبيرة اللي كيما نقول تكاليف كبيرة، اللي من استطاع إليه سبيلا ما يقدرش الناس تدفع المقابل نتاعها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تبقايش شادة في هذيك المهارة، شوفي مهارة اللي تكون صح ناس باغينها وتقدري انك تقدميها بشكل يكون مبسط. فهمتي؟ ما تبقايش شدي في هذيك المهارة اللي تشد لك مثلا 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 نقولوا مدة كبيرة وانت باش تكمليها. راكي فهمتيني؟ ولا حتى اذا كان نقولوا هذيك المهاره نتاعك اذا مثلا نقولوا فيها مكونات غاليه ولا حوايج غاليين ولا معدات غاليين، انت كطباخه حاولي انك تقدميها بطريقه مختلفه. فهمتي؟ قدميها بطريقه تكون مبسطه. فهمتي؟ ما تبقاش انايا تعلمت كيما هكا لازم نقدمها كيما هكا، علمتني امي كيما هكا لازم نقدمها كيما هكا، علمتني جدتي كيما هكا راح نقدمها كيما هكا. لا شوفي انت راكي حابه تبيعي، باغيه مال، معناتها بسطيها على روحك. علاش تخلي كيما نقولوا تعقدي الامور على نفسك وتبقاي تزيدي على هكاك روحك؟ يا اما قدميها بشكل يكون مبسط بطريقتك الخاصه، اما بدلي المهاره مره، شوفي مهاره اللي تكون ابسط، اللي تقدري تشرحيها للناس، تكون واضحه وتكون مطلوبه. فهمتي؟ وتقدري تبيعيها كذلك. انت لازم هنا يدك على واش قلت لك، لازم تشوفي السوق اللي راكي تخدمي فيه، تشوفي الاشخاص اللي حابه تعلميهم شكون هما، اسكو هما مبتدئات، هما ربات البيوت، وهم ربات البيت قصدي، اسكو امهات حابين يتعلموا، اسكو انت تفهمي هنايا العميل نتاعك وش هو، شكون هو، واش حاب. فهمتيني؟ بسطي له الامور، ما تخليش الامور معقده. فهمتيني؟ هذه هي كان موضوعنا اليوم. نتمنى اني فدتكم بعض النصائح، فدتكم بعض الاخطاء ان شاء الله. نقولوا اي طباخه راهي تسمعني دركا ولا عندها تدريب وعندها دوره، ما تبقاش دير حشو المعلومات فقط من الدوره نتاعها ولا تدريب. لا شوف الامور اللي صح، أنك اذا العميل تاعك جربها راح تنجح معاه. فهمتي؟ والله التطبيق والتجربة أفضل من المعلومات اللي تقعدي تحشي بها العملاء نتاعك. فهمتيني؟ هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم، أنك تختبري السوق اللي راكي قاعدة تبيعي فيه. فهمتي؟ ولا حابة تبيعي فيه. فهمتي؟ وهذا هو، إن شاء الله نكون فدتك. إذا حبيتيني أني نفيدك أكثر، ماذا بك أنك تتواصلي معايا في قناتي في التليجرام، تواصلي معايا شخصيا، نقول لك
كيفاه تختبري السوق، كيفاه تبيعي الدورة نتاعك، كيفاه ت تلقاي العميل تاعك المناسب، وهكذا. رايحة نفيدك بأمور كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.